السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لو حد سبك أو حد شتمك في التليفون هل ممكن من حقك إنك تسجل المكالمة بتاعته بدون إذن نيابة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. كتير جدا بنتعرض للسب والشتم والقذف عبر التليفون، ففي الحالة دي ما بنقدرش أو ما نعرفش نثبت إيه الضرر اللي وقع علينا أو إيه الشتيمة أو إيه السب اللي حصل لنا. القضاء اجاز لك في الحاله ديت، قال لك انها ممكن حضرتك تسجل المكالمه بدون اذن نيابه او انك تحصل على اذن من النيابه العامه. وده برضه بس عشان تقدر تثبت الجريمه اللي حصلت او السب والشتم اللي حصل لحضرتك. ولكن خد بالك لازم في شروط معينه لازم تكون موجوده وانت بتسجل. ايه هي الشروط ديت؟ اول حاجه ان يكون اللي بيسجل دوت احد اطراف المحادثه، يعني ما يجيش طرف ثالث من بره وهو اللي يسجل المحادثه دي. تاني حاجة ما يبقاش في اجتزاء أو اقتطاع من المكالمة ونشتكي بالجزء اللي هو احنا مقتطعينه بس، لازم يبقى المكالمة كلها هي اللي متسجلة وهي اللي يتم الشكاية بها، ما نقطعش جزء منها ونبدأ نشتكي بها. ناس كتير جدا بيقولوا ان ده يعتبر تعدي على الحرية الشخصية للإنسان، ولكن في حالة السب والقذف بالذات عبر الهواتف لازم نسجل عشان نقدر نثبت حقنا ونثبت ازاي اتشتمنا او ازاي اتسبنا. خلصت المعلومة ويا رب تكون مفيدة، ولو مفيدة يا ريت تشير الفيديو على أوسع